اليوم غنشارك معكم بريوش كيجي مفشفش طري عامر كريمه ديال الليمون، مذاق الليمون والكوك، ساهل التحضير ولذيذ بزاف. بغيتو تعرفوا على الطريقه والمقادير تابعوا الفيديو للاخير. نبداو على بركه الله. بسم الله. بسم الله. صفار بيضه كامله ولا جوج صغار، كاس عامر سكر، كاس ونص ما. هنا عندنا نص كاس ديال عصير الليمون اللي صفيتو من العظام وصفيتو من التخت ديالو، كنزيدو نحركو العناصر على البارد. كنزيدو 2 معالق كبار ديال النشا او كريم باتيسير اللي متوفر عندكم. ومن بعد كنخلطو باش تذوب هذاك النشا. من بعد ما دابينا السكر صافي، وغادي نديروه على العافيه تكون متوسطه حتى يغلى الخليط. صافي الخليط ديالنا هو بدا كيغلي، غادي نخلطو بحال هكا. كنبقى نخلطو واحد دقيقه حتى 2 ديال الدقائق. ما شاء الله كيفاش كيجي. دابا غادي نزيد واحد الحاجه مهمه وهي 50 غرام ديال الزبده. نخلطوها مع الكريمه ديالنا باش الزبده هي اللي كتعطي هذيك اللمعه. شوفوا ما شاء الله كي جا الصفر، جا كيحمق، ديك الكريمه جات كتحمق. ونبقاو نخلطو تذوب الزبده الكريمه ديالنا كتكون واجده. كنتسناو عليها تبرد واحد شويه، ومن بعد كنديروها في شي بواطه، كنغطيوها بلاستيكه وكنخليوها في الثلاجه حتى كنبغيو نخدموها. ولا بغيتو تخدموها في ساعه غادي تخليوها تبرد غير في الكوزينه، ومن بعد كتبداو تخدموها. شوف ما شاء الله كي كتجي ملي كتكون كتقطع بحال هكا كتكون الكريمه واجده وبصحه والراحه. طريقه الاحتفاظ سهله. كنديروا الكريمه ديالنا فشي بواطه اللي كتكون كتسد بطبيعه الحال، كنغطيوها بلاستيك غذائي وكنخليوها في الثلاجه حتى كنبغيو نخدموها. وها الكريمه ديالنا واجده. بسم الله على بركه الله. كاس ديال الحليب، نص كاس مع نص ديال الماء دافي، كاس لاروب ديال السكر مقادير 5 المعالق كبار ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ونص خميره حبوب، كيذوب السكر في الحليب والماء. ملي كيذوب السكر كنزيدو بيضه، كنعاودو نخلطو 4 كاس ديال الزيت، قشره د الحامض محكوكه، خنيجه ديال الفاني اللي كتخرج لينا المذاق ديال قشره الحامض، معلقه صغيره ممسوحه خميره د الحلوى. كنزيدو الدقيق تدريجيا، دقيق حسب الخليط. كنزيدو 2 كيسان في الاول، غنخلطهم من بعد ندوز باش نزيد الكميه الاخرى ديال الطحين. كنزيد الكاس الثالث، ملي كيولي لينا الخليط بهذا الشكل هذا ثقيل على الكيك نخدموه بيدينا. غادي نزيدو الكاس الرابع، نجيبو العجينه ديالنا باطراف الاصابع ماشي دليك، وغادي نعاودو نزيدو الكاس الخامس.
غادي نزيدو الكاس الخامس وغادي نجمعو العجينه ديالنا. العجينه ديالنا تجمعات كتكون رطبه كتلصق باليدين. غادي نزيدو ليها 50 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحال هاد المطبخ، ايوا ديال معلقه كبيره ونص ديال الزبده. حاول ندخل هاد الزبده في العجينه. هاد الزبده هذه هي اللي كتخلي لنا العجينه تبقى رطبه مده اطول. نحاول ندخلوها حتى تغبر الزبده ما تبقاش تبان. نزيد واحد الرشيشه ديال الملحه كنت نسيتها، نتوما زيدوها قبل. هذه هي اللي كتخرج لنا داك المذاق ديال الليمون. تعاون الليمون يبان اكثر في البريوش. كيعجبني مذاق الليمون يزيد رشيشه ديال الملح. ونكمل كندلكو عفوا العجينه واحد مده 5 دقائق حتى كتدخل ديك الزبده في العجينه، ما كتبقاش تبان. العجينه خصها تكون رطبه بحال هكا، وحتى الا كتلصق راه مزيان باش كتجي خفيفه والبريوش ما كيقصحش دغيا دغيا. ندهنها بشويه ديال الزيت. غادي نعاود نجمعها ونبسطها شويه ونخليها تخمر واحد الساعه ولا ساعه ونص حتى تيطيب في الحجم ديالها. غادي نغطيها ونخليها تخمر. بعد مرور ساعتين ما كانش ما شاء الله طلعات خفيفه. نعملها صافي. كنقسمو الكرات كنديرو فيهم 50 غرام. هادو هما الكرات، ما وريتكمش كيفاش قطعتهم وكورتهم حيت كلشي كيعرف يدير الكرات. المهم كدير كرات فيهم 65 ماشي 50. 65 بغيتوهم صغار ديروا فيهم 50. خرجوا ليا 12 كره. كنبسطهم غير شويه بحال هكا. بغيت تبسطهم مازال غنبسطهم بموس ماضي. كنحاول نديرو في الشريطات هكا في الوسط. هاد الشريطات ما غادي تخمر سميتو الخبيزات غادي تفلحوا. نحاول نكمل هكا ونطلقوا. نبداو الخبيزات ديالنا الريش ديالنا نخليوه يخمر واحد ربع ساعه. الخبيزات ديالنا ارتاحوا واحد ربع ساعه. نبداو ندهنوهم بيضه مخلطه مع شويه ديال الحليب. صافي ندخلهم الفران مسخن على حراره 180 حراره متوسطه بالنسبه للفران العادي. ما تكونش عاليه بزاف ما تكونش مهيله. وكنحطوهم في الوسط. ملي كيطيبوا من التحت كنطلعوهم شويه الفوق يتحمروا. قبل ما نطفيو على البريوش ديالنا بشي 5 ديال الدقائق. هانتوما دابا راه واجدين. كناخذوا نفس الموس وكنعاودوا كنفلحوا من فوق دوك التفليحات بحال هكا. وبستار كابوش كنديروا ديك الكريمه اللي كتكون بردات ونعمروا لي بريوش ديالنا من الداخل. شتي كي كيجيو باش كتجيو. ندخل البريوش غير 5 دقائق بين ما تشدات راسها الكريمه ونخرجهم. البريوش ديالنا ملي كيخرجوا من الفران نوريكم وحيده يكون كريم شتي مشمع ولكن الداخل راه كلها كريمه يعني ما شرباتوش العجينه. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم. شوفوا ما شاء الله قبل ما نزينهم شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجيو رطب ومفشفشين بنانين. بالنسبه لطريقه التزيين كنزوقوا البريوش ديالنا بالناباج بهذا الشكل هذا. ناباج كوفيتير عسل متوفر. من بعد كنجيب شويه ديال الكوك. هنايا شويه الكوك
كنزينو بهذه الطريقه هذه. كنستمروا هكا حتى كنكملوا البرواج ديالنا كاملين.